صباح الخير. الحقيقة وأنا مسافر إسماعيلية دلوقتي فلقيت مجموعة مصانع بتتبني، وفيها يعني مصانع اتبنت فعلا، ومصانع جنبها بتتبني تاني خاصة بمصانع خاصة بالأدوية، ومصانع خاصة بالمعدات الطبية اللي موجودة. الحقيقة خلينا افتكر حاجة، يعني في ناس كتير جدا جدا من اللي هم عايزين، سواء بجهلهم للمعلومة أو سواء هم قاصدين أو يعني ضد البلد وضد بلدهم، يعني اللي بيتكلموا إن مفيش مصانع، يقول لك كويس التنمية اللي بتتم بس مفيش مصانع، عايزين مصانع. هو مين اللي قال إن مفيش مصانع؟ يعني صحيح الإعلام مقصر جدا جدا جدا. هي مدينة الأدوية اللي بتتعمل في مصر دلوقتي واللي اتعملت وتم افتتاحها من سنة ولا 2 ولا 3، مش دي مجموعة مصانع للأدوية عشان ما نعتمدش بنسبة 100% على كل الأدوية من الخارج السيارات، وبتعمل تشغيل للبطالة، وممكن نصدر أيضا، يعني فيها استثمار أيضا. مجموعة المصانع الجلود اللي كانت عاملة روايح وعاملة يعني حاجات يعني ضد الصحة العامة في وسط البلد، في السيدة وغير السيدة، مصانع الجلود والحاجات دي كلها. اتعمل عندنا مدينة كاملة للجلود زي مصانع الأدوية، أو مدينة الأدوية مدينة للجلود، بتشغل ناس وبنصدر منها، ويعني وبنحصل على العملة الصعبة منها من التصدير، وبتشغل بطالة، يعني عمالة بتشتغل. نفس الموضوع يعني في مدينة الأساس دي برضو من المدن، مصانع الأساس كاملة في دمياط، وهكذا. المجموعة برضو مجموعة المصانع أو المجمعات الفوسفاتية أو الأسمدة الأزوتية اللي موجودة في العين السخنة. كنا زمان بنصدر الفوسفات إلى بره خام، وبنستورده مصنع بمليارات عشان الأسمدة الزراعية. دلوقتي بنصنع وأجهزة. ده أنا بس بتكلم على نبذة، مش هتكلم على مدينة العاشر من رمضان وغيرها من مدن الصناعية، وشغالين الدولة شغالة في تصنيع، بس اللي بيتم طمس الموضوع ده قد يكون بمقصودة من ناس، جهات إعلامية أو غير إعلامية، ويشاع إن مفيش مصانع عندنا. يقول لك الدولة كويسة بتعمل مشروعات كويسة، بس فين المصانع؟ الله. وهي برضو الصوب الزراعية اللي بتتعمل عندنا، عشرات مش عايز أقول مئات الآلاف من الصوب الزراعية اللي موجودة. مش ده احنا دلوقتي مصر في المرتبة الأولى في تصدير منتجات زراعية زي الموالح والتمور والكلام ده كله؟ ما هو برضو ده تصدير، والمصانع دي بتعمل عمالة، بتشغل عمالة وناتج قومي. يعني الله، ايه الموضوع؟ هو كل حاجة تتعمل ما حدش يتكلم فيها؟ الصوب الزراعية دي بعض الناس ما تعرفش ان الصوبة الزراعية الواحدة اللي بتتعمل ممكن الانتاجية بتاعتها تعادل 10 فدادين، الصوبة الواحدة. فلما يبقى عندنا مئات الآلاف من الصوب الزراعية، عشان كده على مدار السنة الخضرة والفاكهة وكل المنتجات الزراعية ما بتتقطعش. يا جماعة لازم نبقى عارفين هذا الكلام. بلدنا كويسة، في مشاكل نعم زي كل العالم، في مشاكل، بس احنا احسنهم الحقيقة. يعني للي هو بيحب بلده احنا احسنهم. حبيت بس اقول مناسبة ان انا وانا ماشي على الطريق شفت المصانع اللي بتتبني وشغالة. شكرا جزيلا لكم.